تعتبر من أقدم المدن المغربية. عرفت 4 حقب: الحقبة الفينيقية والحقبة البيزنطية والحقبة الفينيقية والحقبة القرطاجية والحقبة الرومانية والحقبة الإسلامية. مدينة العرايش بالإضافة إلى أنها عندها يعني مكان استراتيجي اللي كان السبب أنها تكون عرضة للأطماع ديال الإسبان والبرتغال، ولهذا السبب هذا الملوك ديال المغرب عطوها واحد الأهمية كبيرة بحيث كانت كتحمي الغزوات. الدولة السعدية تشيد هذه المعلومات التاريخية. صراحة هذا المعرض يعني اللي جولنا فيه وشفناه يعني كتشوف بأن التاريخ ديال مدينة العرائش والمراحل اللي مرت منا يعني ما كرهناش هذه المعلومات التاريخية تبقى مفتوحة من أجل ولاد البلاد، لأن كثير من ديال أبناء البلد ما كيعرفوش العرائش. سعيدة زروق، طنجاوية الأصل ومهاجرة في الديار الإسبانية خاصة في برشلونة. أنا كنعمل محامية، يعني محامية في برشلونة، فاعلة جمعوية وبمؤسسة ابن بطوطة ببرشلونة. تحت لي فرصة أول مرة نجي مع صحاباتي يعرضوني نجي للعرايش. هذه أول مرة بعد كنحضر فيها العرايش، يعني واحد نقولوا حنا واحد الجاره ديالنا شماليه. جيت من هاد الحصن هذا، قالوا بانه حصن عتيق يعني من حقبه منصور الذهبي. جيت يعني تفاجأت الصراحه بهذا العمل اللي عملوه هنايا، يعني عمل رائع واكثر من رائع. ساهمت فيه جمعيه، قالوا لي يعني باش حصلوا يعني باش زينوا شويه وعملوا فيه يعني، وتفاجأت في هذا اللي طابلوا لي عندكم هنايا، يعني إرث حضاري بمعنى الكلمة، كيدل على الحقبة يعني الاستعمارية اللي كانت هنايا خصوصا في المدن الشمالية، يعني العرائش من بينها يعني كتطوان كطنجة. اللي عجبني هي انه احنا في طنجة تقريبا عندنا بزاف ديال المآثر ديال الاستعمار اللي كانوا في شي ايامات مهددين بال هذه، يعني بانه غادي يطيحوهم، غيديروا بلاصتهم. هذه ما عرفتش اذا من هذه الفكره، لكن هناك طبعا في طنجه جمعيه. عليكم عبد العالي الهمداني، مقيم بهولندا، مهاجر، فاعل جمعوي، ممثل جمعيه ابناء العرائش بالمهجر. جيت وزرت هذا المكان الرائع الذي يعني نظمت فيه معرض جميل. كنشكر فيه المسؤولين وخاصة جمعية القصبة التي قامت بدور فعال من أجل تنظيم هذا المعرض الجميل، والتي دافعت من أجل هذا القصر الجميل الذي عمره يناهز 500 سنة. كما ترون أن يعني هذا المعرض يمثل أحقاب تاريخية لمدينة العرائش، ويعطي انطباعا للزائرين أن للعرائش ماضي عريق، أن للعرائش تاريخ متجدر كباقي المدن الوطنية العريقة. لترنيف في هذا المعرض يعني إضافة إلى الصور الفوتوغرافية، هناك نقص بالنسبة للمدافع التاريخية لمدينة العرائش. كنرجو وكنطلب وكنستعطف المسؤولين ينفضوا الغبار من المدافع الموجودة في مقبرة سيدي أحمد، أنهم بن حمد، يعني ينفضوا الغبار عليها ويجيبوها هذا المكان الرائع العريق. أرجو منهم أن يعطي اهتمام لهذه المدافع لتكون في هذا المكان الرائع.